الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه إلا الراجون، ولا يحذر سوء سطوته وبطشه إلا الخائفون، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون، وكلفهم كظم الغيظ وأمرهم ألا يغضبون، وحذرهم من أن يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون، فقال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بقدرته وبسط الأرض بقوته، واصطفى جبريل لحمل رسالته، واصطفى ميكائيل لقطرته، واصطفى إسرافيل لنفخته، واصطفى ملك الموت لقبضته. نبئوني عن الموت وشدته، نبئوني عن القبر ووحشته، نبئوني عن الصراط وذلته، نبئوني عن الميزان وخفته، نبئوني عن آدم وكلمات توبته، نبئوني عن نوح وسفينته، نبئوني عن شعيب وفصاحته، نبئوني عن زكريا وبشارته، نبئوني عن يحيى وسيادته، نبئوني عن قارون لما خرج على قومه في زينته، نبئوني عن فرعون وجثمانه وجثته، نبئوني عن يوسف وإخوته، نبئوني عن لقمان وحكمته، نبئوني عن أبي بكر ورقته، نبئوني عن عمر وشهامته، نبئوني عن عثمان وحيائه وعفته، نبئوني عن علي وكرامته، نبئوني عن محمد صلى الله عليه وسلم في رحمته، نبئوني عن محمد صلى الله عليه وسلم في مولده وبعثته، نبئوني عن محمد صلى الله عليه وسلم في حوضه، فالكل يوم القيامة في شفاعته. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن لا تقدموني على الأنبياء ولو على يونس بن متى، إنه تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن التاجر الصدوق ومنزلته عند الله. تجارة، لم يحرم الإسلام التجارة، وكان صلى الله عليه وسلم تاجرا، لكنه كان تاجرا صادقا مع الله ومع الناس. قال ربنا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عن الرجال الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التاجر الصدوق
فقال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. رجل صدق في سلعته، لكن هذه الأيام يحلفون كذبا من أجل السلعة. ومن أكبر الكبائر عند الله أن تحدث أخاك بحديث هو لك مصدق وأنت عليه كذوب. خلي بالك، من أكبر الكبائر عند الله أن تحدث أخاك بحديث هو لك مصدق وأنت عليه كذوب. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على التجار فقال لهم: معاشر التجار، ستبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق. إلا إيه؟ إلا من صدق. يعني التاجر يحاذر ويخلي باله، لأن أحد التجار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يموت، وهو يموت يقول: جبلان من نار أكلف بالصعود عليهما كل يوم وليلة. إيه؟ جبلين. آخر حياته ما قالش لا إله إلا الله، وهو بيموت بيقول إيه؟ جبلان من نار أكلف بالصعود عليهما كل يوم وليلة. فسئل صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان تاجرا كذابا له مكيالان. له إيه؟ مكيالان. مكيال زائد يكيل به لنفسه، ومكيال ناقص يكيل به للناس، فجمع الله له ما زاده لنفسه وما أنقصه على الناس، فجعلهما جبلان من نار يكلف بالصعود عليهما كل يوم وليلة. خلي بالك، دي مشكلة طمة. وكلنا يعرف الحلال من الحرام، حدش تايه، وربنا سبحانه وتعالى مطلع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. خلي بالك، شبهة ما انتش عارفها اسأل عليها غيرك، لأنك إن وقعت في الشبهات وقعت في الحرام. خلي بالك يا عمي. ولذلك السماحة في البيع وفي الشراء، لازم يكون راجل سمح ويكون راجل صدوق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. الأسواق، وما أدراك ما يجري في الأسواق. البقرة العشر 3، يقول للراجل العساس: خد، وخلاها 5. طب والمطلع راح فين؟ المطلع راح فين؟ ومش معنى ذلك أننا ننهاكم عن المشي إلى السوق، لا، ده سيدنا عبد الله بن عمر كان يذهب إلى السوق وهو مش هيشتري. خلي بالك، ما بيشتريش، هو رايح السوق وخلاص، يتفرج كده ويقول على الضباعة والسلام عليكم سلام، ويرجع من السوق. فقالوا: يا ابن عمر، ما لنا نراك تذهب إلى السوق لا تبيع ولا تشتري؟ فقال: والله ما نذهب إلى السوق إلا لأجل السلام، عشان نقول للناس سلام عليكم. شوف أخلاق المسلمين، عشان يقول للناس سلام عليكم، والناس ترد عليه السلام فيأخذ بذلك حسنات. لأن النبي قال إيه؟ والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. خلي بالك، سيدنا النبي بيقسم بالملك: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا،
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إيه هو؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم. طب إحنا فين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إحنا النهاردة أهم حاجة إنك تروج السلعة بتاعتك ونزب الناس وتزب الواحد طب هتروح فين؟ هتروح فين من ربنا؟ هتقول ربنا إيه؟ يوم تقف بين يدي الله عز وجل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. مفيش كتمان. انت فاكر انت ملك نفسك؟ لا 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 والله، ولا دنيا ولا آخرة. الذي يسيطر عليها الملك. جميعنا كلنا في قبضة الملك الذي يقول للشيء كن فيكون. اعبر بدينك، اعبر إلى الله، قبل ربنا وأنت وجيه. ولا تكون وجيها إلا بعمل، مش بفلوس، مش بمال، مش بمنصب، مش بكرسي. لا، تبقى وجيه أمام الله بعمل. شفت الفرح؟ أهو اللي بيقابل ربنا بيبقى وجيهه معاه عمل بيبقى الفرح. ربنا اللي قال كده. فأما من أوتي كتابه بيمينه، شوف التشوش اللي بيعملها، بيقول إيه؟ هاؤموا فرجوا، هاؤموا اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والخايب اللي ما عندوش حسنات، ناصح الدنيا بس، اللي بيجمع وخلاص، وناصح في ابتزاز الأموال من الناس. يعمل ايه؟ يأخذ كتابه بشماله. وأما من أوتي كتابه بشماله يقول ايه؟ يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وينادي الجليل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. مشكلة. ولو يعرف الرجل الكذاب، التاجر الكذاب، إن ربنا مجهز له إيه؟ مجهز له الويل. الكلام ربنا ده قاله في سورة المطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب